أعزائي المتابعين، أهلا بيكم. زي ما شفتوا دول ولادنا في نادي الرحاب، هم طلبوا مني يتصوروا. خلينا نتعرف عليهم في الأول. مين؟ جينيفر. مين؟ جينيفر. جاني أمورة ما شاء الله. اسمك إيه؟ فرح. قربي كده عشان تباني. فرح. ميرا. ميرا. فرح. فرح. سارة. سارة. تاج. تاج. عايز أقول لكم يا جماعة إن ولادنا في نادي الرحاب طبعا عامله لي متابعه هايل. انا هخلي كل واحد فيكم يتكلم. ايه رايكم؟ طيب، ولادنا دايما بيتلموا حوالين مني وانا برسم، وده شيء حلو جدا وشيء ايجابي، وان شاء الله كلهم يكونوا فنانين. خلينا نتعرف عليهم بقى ونشوف مين فيهم اللي بيرسم. مين بيرسم؟ انت تحب الرسم، برافو. عندي كتاب مخصوص للرسم. عندها كتاب مخصوص عندها الرسم. وانا برضه برسم بالسكتش. بصوا زي ما شفتوا كل ولادنا بيحبوا الرسم. علشان كده دايما انا بنصح اولياء الامور، بقول لهم من فضلكم شجعوا ولادنا ان هم يتعلموا الرسم. تعالى، مش انت عايز تظهر على اليوتيوب؟ تعال. شجعوا ولادنا ان يرسموا. حلو جدا ان نجيب لهم الالوان والورقه والقلم والسكتش ونخليهم يرسموا. وبنصح اولياء الامور بلاش في السن الصغير ده تقولوا احنا نديهم كورسات، لا، سيبيهم يطلعوا اللي عندهم. ربنا سبحانه وتعالى خلق الفنان بيحب الفن. سيبيه يطلع اللي عنده ويطلع الطاقه اللي عنده ويلون زي ما هو عايز. وبعد كده لما يكبر هنبدا كنا هنديله كورسات، بس لما يكون شاب كبير بقى. لكن الاعمار اللي قدامنا ده بلاش نعلمهم، خليهم هم يطلعوا كل اللي عندهم. اشكركم شكرا جزيلا. انا متشكر يا اولاد اللي انتم معايا. ايه رايكم نعمل يوم كده نخصصه للرسم كلنا؟ ايه رايكم لو يوم الجمعه كلنا نقعد نرسم قدام الابوار هنا؟ كلنا نجيب الادوات الرسم ونقعد نرسم مع بعض. اتفقنا؟ هستناكم يوم الجمعه ان شاء الله. بعد الصلاة نقعد قدام الابوار نرسم. مستنيك. وقولوا لزمايلكم وقولوا لاصحابكم. يلا قولوا باي باي للكاميرا. باي باي. يلا.